تيبدا الفيلم تاعنا مع هذا الشخص الاسم تاعو سلطان، حاليا معروف عليه انه افضل مصارع كاين في المدينه ديالو، واليوم عنده نزال ضد مجموعه تاع المصارعين. بداو المعركه، سلطان ما كيحبش، اللي قرب ليه كيدوروا دوره في الهواء والثالثه في الارض، يجيبوا على العنقره تاعو، وهاد اللعيبه هذه كتسمى ضربه العنق. ما كاين غير طنطن بنادم، وبقى هكاك حتى هزمهم كاملين، ربح التحدي والجائزه كانت تراكتور. من داك النهار سلطان ولا معتزل المصارعه وبدا خدام في واحد المقاطعه. دازو سنين المصارعه تبدلات ودخل فيها ستايل ديال النصارى، ولكن في هذا الوقت نقصوا الناس اللي كيتفرجوا فيها، بداو الهنود كيطيحوا في كل دوره. هاد صاحبنا سميتو اكاش اللي هو الرئيس ديال اتحاد المصارعه، كان قاعد كيشوف داكشي اللي بنا كيتحطم وما بيدو ما يدير. مشى عنده باه وقال لي عندي ليك الحل، واحد المصارع سميتو سلطان، تنشوفوا شحال هادي وتنظن انه يوقف اي واحد من الغرب، عنده امكانيات تاع مطايفات. اعطاه العنوان ديالو وشد طوموبيله ومشى لعندو، وصل المكان اللي خدام فيه، سول عليه وصيفطوه للبيرو ديالو. ملي دخل وشافو سخط ويصوني لبوه وقال لي واش من نيدك؟ مصيفطني عند واحد خدام في المقاطعه وشارف وما يهز حتى ضربه، وهو مازال في التليفون سمع شي تراكتور طايح في الحفره. مشاو الناس عيطوا لسلطان، ومن جا سلطان بوحدو هز التراكتور وحيدو من ديك الحفره وعاونو يخرج. وفي هاد اللحظه قال اكاش فراسو ما يمكنش، هذا هو الراجل اللي تنقلب عليه. رجع سلطان داك البيرو، تصادف مع اكاش وطلب منه ينضم للفريق ديال المصارعه. سلطان رفض وقال لي انا حيدت يدي من المصارعه وهادشي شحال هادي، وكاع ما ناوي رجع. من بعد مشى عند الصديق تاع سلطان يجبد ليه لسانه، والاخر حتى هو عاود ليه كل شيء. ودابا انا غادي نقول لكم شنو عاود ليه. قال لي كان هو وسلطان في واحد العرس، سلطان شاف واحد البنت وسها فيها، حيت طاح فيها، مشى وراها وحاول يهضر معاها ولكن عمرها عطاتو شي اهميه. من بعد عرف باللي الاسم ديالها هي ارفا، وباه هو المدرب تاع المصارعه وتا هي مصارعه، والحلم ديالهم يربحوا ميداليه في الاولمبياد. وفي ذاك الوقت سلطان كان باقي ولد الناس وما تعرف شنو هي كاع المصارعه، حاول بزاف يتقرب منها ولكن ما صدقت ليه حتى شي حاجه وما عطات حتى شي اهتمام في خاطرها، حتى قال مع راسو خاصني نكون مصارع باش نتقرب منها ونطيحها في الشبكه. ومشى عند الوالد ديالها وطلب منه يدربو عنده، دار ليه واحد الاختبار بسيط ونجح فيه سلطان وقبلو، وختنا غادي تكون فرحات ليه. ومع الوقت بداو كيخرجوا ويهضروا ويدوروا نهار على نهار حتى ولا كيبغيها ولاو قراب لبعضياتهم، ولكن هو كان فاهم راسو غلط، حيت ملي طلبها للزواج داروا ليه الضوضه وطلقاتها معاه بواحد المسمنه، وقالت لي ماني ضاربني تران بلا فران نتزوج بشي واحد بحالك، لا خدمه لا حتى حاجه. سلطان تصدم وتحول من انسان كان نشيط في الدنيا لواحد بقى سد على راسو، خدام في الارض ديالهم وعايش غير في الدار. وباه ملي شافو بهاد الحاله هادي مشى يهضر معاه وسولو شنو طرا لك سلطان، حكى ليه كل شيء وقال لي ما عمرني تحقرت بحال هكا، وبدا كينصح فيه وقال ليه ورا كل راجل ناجح مرا، ورا كل راجل فاشل حتى هي مرا، والناس عمرهم يتبعوا الخسر، والاهانه زوينه كتبين لك بلاصتك فيه وكتفيقك باش تقاتل على المستقبل ديالك. سلطان سمع الهضره وفي الغد مشى للاكاديميه، المدرب كان كيسجل المشاركين، قال لي سلطان بغيت نشارك حتى انايا في المسابقه. المدرب جاوبو كيفاش، راك غير جديد ما كملتي حتى سيمانه وتا هي وما كملتيهاش حتى في الدخول. سلطان قال لي كومبا مع المشاركين الا غلبتهم تسجلني. المدرب وافق. الحلبه قال لي هيا قدامك، الا نجحتي ندخلك ولا كليتي قتله ما عندي من دير، ولكن مسكين سلطان دخلوك لواحد القتله ما يقولهاش الطبل. وهنايا قال المدرب بربي غادي نمشي نتريني مده ديال شهر ورجع وغادي تشوف كي غادي ندير ليهم. خلى كل شيء ومشى وبدا كيجري ولا كيحرط الارض في بلاصه التراكتور، حرط الارض ديالهم وحرط الارض ديال جيرانهم. هادشي كامل داروا غير باش يبين للبنت انه ماشي فاشل. من بعد ما دار فورما مشى تسجل في واحد لاصال يتعلم فيه التقنيات ديال القتال، داز شهر ورجع لاصال الاول باش يبين لهم انه واعر وماشي فاشل. دخل الحلبه وشدهم كلهم وطنطنهم مزيان وعطاهم قتله، واللي شدوا تيهزوا للسما وتيخبطوا في الارض. الدريه تتفرج فيه وهي مصدومه فيه، وسجلوا المدرب في المسابقه. دخل الحلبه وواجه المنافسين اللي مترينين عليه، ولكن هاد المره طيحهم كاملين، واخا هو يلاه بدا في الدومين. والمدرب حتى هو كان كيتفرج، جا المساعد ديالو وقال لي واش في خبارك ان سلطان تحدى واحد المصارع قدو قدي داير من الحجم ديالو 4 ولا 5. المدرب تصدم وبدا كيغوت على سلطان وقال لي واش عارف راسك شنو كدير، راك غير دابا بديتي وكتواجه بحال هذا، قال لي راك باغي تنتحر ماشي باغي تدخل في مسابقه. سلطان بقى ساكت. خرج المدرب وجات ارفا باش تهضر معاه، ولكن خونا خلاها ومشى للحلبه. بدات الكومبا وكان خونا كيف الوحش، جزو وبدا غادي بيه طيحوا في الارض واحد طيحه في شكل، وخرجوا ارتاحوا. وبدات الجوله الثانيه، الجمهور كامل كان كيشجع سلطان حيت داير واحد الخطوه اللي ما يقدرش اي واحد يديرها. وهنايا خونا بغى يشد سلطان خوالي وهزو في السماء، دار ليه ضربه العنق وبقى شادو هكاك تصفر الحكم وربح الماتش ودار رقم قياسي. الجمهور كامل ناشط كيشجعوه حتى ديك البنت فرحات ليه وعجبها الحال. ملي كان خارج مشات لعندو وطلبت منه السماحه، سول علاش كتطلبوا مني السماحه، قال لها كلشي وقع بالفضل ديالي وحتى والديها فرحوا ليهم. وهنايا تيدل انهم تصالحوا، هاد المره هي اللي طلبت منه الزواج وهو وافق وتزوجوا. بقاو جوج كيشاركوا في المسابقات وكيجيبوا الميداليات، ومازال كيسعاو يحققوا الحلم ديال اريا وبوها باش يربحوا الميداليه الاولمبيه.
سافروا لبلدان كثيره وداز الوقت زوين. ملي رجعوا لقاو سمياتهم داخله في المشاركين ديال الاولمبياد، داروا لهم حفله كبيره وكانوا ناشطين وكيضحكوا. اريا سخفات، مشاو داوها للسبيطار وكانوا كيتسناو الطبيبه باش يعرفوا مالها. خرجات وهي تقول ليه مبروك، بقات مراتك حامله. سلطان خرج يحتفل مع صحابه وكان فرحان، ولكن في وجه اريا باين ماشي فرحانه بزاف، كاع ما بقات قادره تشارك في الاولمبياد. جبوها وبدا كيعاتب فيها وقال لها قلت لك ديري بالك. جاوبته اللي واخا ما غاديش تشارك راجلها يقدر يجيب لهم الميداليه الاولمبيه وغادي يعوضها، وخاصهم يتعاونوا ويديروا ليه وقت للتمرين. الوقت داز والاولمبياد قربوا ومراته كانت قريبه تولد وبدا الحماس للكومبا وبداو خدامين الكومبا. صحابو ومراته كيتفرجوا في التلفازه ويشجعوه من البدايه. سلطان دار الخصم ضربه العنق وربح الميداليه ورجع، لكن بدا عليه شويه ديال الغرور. مراته ما بقاش دايها فيها والمدرب ولا هامل وكاع ما تيحاشيها ليه، وكان باغي يشارك في البطوله ديال العالم. مراته قالت ليه ما تمشيش حيت البطوله غادي تجي في نفس النهار اللي غادي نولد فيه، ولكن دار شغله ومشى. وقت المسابقه الناس كيتفرجوا، هنايا كثر عليه الوجع ديال الولاده ومشاو بها للسبيطار، وهو كان كيلعب وكيبذل مجهود وكيسلخ في بنادم وهي كتقلب في الجهه الاخرى بالوجع. ربح الماتش واتصل بصاحبه وقال ليه مبروك زاد عندك ولد. سلطان خد الطياره ومن ركب في الطوموبيله من وراها، وصل كيجي للسبيطار لقى مراته واقفه وصدماته وقالت ليه مبروك على الميداليه، ولكن راه ولدنا مات. الولد كان عنده نفس النوعيه ديال الدم النادره اللي عنده وما كان حتى شي حد يقدر يتبرع عليه الا انت كنتي الامل الوحيد، ولكن مشيتي في ديك اللحظه. سلطان خرج وحيد التمثال ديالو وهرسو واعتزل المصارعه، وعاوتاني مات بواه وماتت تحت جداته. ومن داك الوقت هو بوحدو. سول اكاش على اريا، قال ليه مقابله الصال ديال بوها وما بقاتش تهضر مع سلطان كيمشي يتسناها تخرج، ولكن معمره هضرت معاه وكتعامل معاه بحال كاع ما كتعرفوا. ومن داك النهار وهو كيتقاتل باش يبني بنك ديال الدم وما يخليش اللي وقع لولدو يتعاود. ملي سمع اكاش القصه كامله مشى عند سلطان وقال ليه عرفتك علاش اعتزلتي وفهمت علاش بغيتي تبني بنك ديال الدم. المصارعه هي السبب في هذا الشيء وهي النيت غادي تعاونك في كل شيء. وعطى ليه الكارت فيزيت ديالو. سلطان بقى كيدور بالدوسي ديال البنك ديال الدم اللي مازال ما بغاوش كاع يعطيوه الرخصه. داز من حدا الصال وبقى كيتفرج من بعيد في المصارعه، وهنا غادي يقرر باش يرجع. مشى عند مراته للمعبد وقال لها كل شيء، ومن بعد ودعها وركب مع صاحبه في الموطور. وصلوا للمحطه وركب في الكار، وصلت عند اكاش سلم عليه وخلاه في الكولوار. مشى عند الشركاء تاعو وكان باين باللي كاع ما عجبهم سلطان حيت كيبان كبر في العمر والوزن ديالو زايد بزاف، خصوصا حيت بقى مده كاع متحرك. اكاش قال لهم خليو عليا هادشي كامل، انا غادي نلقى ليه سبونسور وغادي نقول لكم شنو كنقصدوا بهذا السبونسور. هذا هو داك الشخص اللي تيسيني معاه شي واحد مشهور ويقدر يدير تصاور في دوك الحوايج اللي تيبيعوا، مثلا كان معروف اولا تعرف. طبعا الناس غادي يبقاو يشريو ديك الحاجه اللي كاين فيها التصويره ديال داك السيد اللي تشهر ولا. المهم نتمنى تكونوا فهمتوا. زاد قال لهم وندبر ليه على المدرب يدربوا. المهم دخل سلطان الحلبه، مشى عند صاحبه اللي عنده شركه ديال القوامل والكوكوطات، قنعوه يولي سبونسور تاع سلطان وفعلا عطاه سبونسور رسمي. ومن بعد مشى عند المدرب ديال المصارعه ديال الشوارع واللي الاسم ديالو فاتح، غادي تكون هي السميه تاعو، وتا هو قنعو يدرب سلطان حيت دابا سلطان ما غاديش يشارك في المسابقه تاع التعابيز عاديه، لكن غادي يشارك في مسابقه مبدله على داك الشيء. المهم دخل سلطان مع التلاميذ ديال داك فاتح وبداو متابزين بيناتهم، وسلطان كاع ما كان متعود على هذا النوع ديال الملابسات. التلميذ طنطنوا بالكروشيه شبعوا ركل طيحوا للارض. المدرب فاتح بدا كيقول شنو هاد التخربيق هذا، يدخل الحلبه باش يموت ماشي باش يتبارك. هذيك اللحظه سلطان وقف والتلميذ جاي قاصدو باش يطنط شي كروشي، وهنا غادي يصدموا حيت خواليه سلطان ودار ليه ضربه العنق وجابوا الارض. من تما بدا التدريب ديال بصح ما كاين غير الرياضه والحركات. اخر حاجه بداو يدربوا عليها هي التثبيت. قال لي شوف اي واحد قرط عليك وحسيت براسك غادي تموت ولا عاد تخاف صافي غير خصك تستسلم بيديك. وهو كان تيطبق معاه وتيشوفوه واش فهم. لقاه النيت خونا غيب حيت كاع مرضى انه يستسلم. هذا هو سلطان. مع الوقت بدات تبان الخدمه وكل تدريبات يدربها تيقرب الماء. هنايا دازو 6 الاسابيع اللي كان خاص يتدرب فيهم وجات البطوله. اول ماتش ديال سلطان ضد واحد خونا كحل وتيبان عليه تيطير. دخل الحلبه وكان الجمهور بزاف ضواو سلطان هادشي جديد عليه، كحل مولف ومرتاح وتيبان انه داير سلطان في جيبو. بدا الماتش والعزيز صغير في العمر وعنده لياقه، عطاو سلطان العصا مزيان ركل وبوينتات وكل شيء، ومن بعد شدو في الارض وضربها ليه بقرطه غير برجليه. وكان خاص السلطان يبقى صابر مده ديال 10 ثواني باش يقدر يدوز الروند اللي وراها. تيبان عليه انه غادي يصبر والثواني قربوا يسالي وهو بقى صابر، لكن سلطان صبر حتى سال الوقت وداز الروند اللي وراها. هنايا سلطان تيرتاح والاخر تا هو، ولكن سلطان كان كيفكر. وهنا غادي نعرفوا انه تيحاول يفهم التحركات تاع داك الكحل، وطبعا فهم الحركات ديالو. ومن رجع للحلبه خونا بغى يدير عليه نفس الاستراتيجيه، ولكن سلطان رد عليه بواحد من الحركات الخاصه ديالو واللي هي ضربه العنق وجابوا للارض. الجمهور بقى مصدوم حيت كلشي سالف 10 ديال الثواني. المدرب فرحان بزاف وهو كيشوف في الاعاده. من تما بدا سلطان كيسالي الماتشات بالزربه، يا تثبيت يا استسلام، ما عندكش فرصه معاه. المصارعين واخا كيغلبوهم كيحترموه حيت منين كيسالي الروند كيمشي عندهم ويطلب منهم يسامحوه. حتى مول الكوكوطات اللي كان سبونسور ديالو سالا كاع السلعه وضمون على سلعه اخرى. بنادم من نيتو تيسحاب ليه الكلا في ديك الكوكو غادي يولي بحال سلطان. ومرتو ديما كتبقى تمشي تجري
وكتلقى اللافتات تيهضروا عليه والتصاور ديالو في كل بلاصه والناس كيشجعوه، حتى بوها اللي كان معصب عليه رجع ولا يشجعو. احد الماتشات طاح مع واحد خطا ضربوه حتى هرسو من ضلعته، صاحبه بغى يخرجو من الرين ولكن سلطان كاع ما بغى وكمل الروند الثانيه، والكحل ولا مركز ليه غير على الجنب ديالو ويضربها له بواحد الهزه وخبطو حتى طاح وما قدرش يوقف. وفي هذه اللحظه مرات سلطان جات مع الجمهور باش تشجعو، وهنا المنافس قرر انه يختم الماتش، وهنا سلطان غادي يزرب عليه. هذا الشيء دارو هو النيت على قبلها وانت باغي تبان عليه قدامه، وهنا سلطان خواليه وهرس المنافس يدو. هنا الكحل كاع ما قد يوقف، وراكم عارفين سلطان اش غادي يدير ليه، هزو جابو على العنقره تاعو، يعني دار له الحركه ديال ضربه العنق. وهنا سلطان صافي وصل الفينال ويلا ربح، نايض يخرج هو يغيب، واتصل الصديق ديالو بمراته اللي في الهند وقال لي انه مصاب اصابه خطيره، ونا غادي نعرفوا انه من شافها غير تخيلها وصافي. من بعد مشى للسبيطار وجا عند اكاش طبيب وقال لي صافي حبسو ما تخليش يلعب حيت راه يدخل غادي يموت وما يقدش يلعب. جات عنده مراته وتصالحوا وقالت ليه راه كاينين الناس كاع ما باغيينك تدخل الرين حيت نظرهم غادي تموت، ولكن قالت لي انا عارفك تقدر تربح. جا الوقت ديال المصارعه وهذا الفينال كان كيتساينوا كلشي وتامو القوامل تيتفرج، وراكم عارفين الفينال كاع ما خاصك تحن، وكان ضد واحد خطير. صاحبنا دخل سخون وهنا يوقفوا في الجنب الحلبه وبدا يضرب فيه وبدا عليه بالكروشيات مسكين تعوق وخاوه معوق باين ما عنده حتى شي فرصه باش يربح. وفوق هذا الشيء الخصم كان عارف البلان ديال جنبه وبدا يلعب ليه عليه، عطاه الراس وهو واقف وعطاه الراس وهو ناعس كاع ما خلاه يتنفس في خطره. المهم ضربه بقوه وخلاه طايح في الارض وما قدرش يوقف. بدا يتفكر الخطط اللي قرر انهم يديرهم من البدايه ديالو عن طريق هذه المصارعه هذه، وفاش كل شيء قال غادي يخسر هو يوقف وما بغاش يعاود نفس الغلط. جات يجري عنده المنافس ومع وصل حداه صيفط ليه ديريكت اطفال وبدا عليه بالكروشيات وبالركل، المهم ما خلاه فيه تعظم صحيح وهزو ضربوه في الارض، ولكن حتى هو كان معرض للاصابه وطاحوا بجوج وما قدرش يوقف. هنايا داك المنافس وقف على رجليه وبغى ينهي الماتش، لكن سلطان زرب عليه وجر ليه رجليه وجابو في الارض وربح سلطان المسابقه، وكل شيء كان فرحان به خاصه المدرب ديالو اللي خدا الجائزه. رجع لمراته وبدا يبني في البنك ديال الدم، وهذا الشيء كامل كان بالفضل ديال اكاش، وحتى من القوامل المسكين استفد وباع ستوك ديالو. المهم هذه هي نهايه الفيديو، ما تنساوش ديروا معاكم لايك وتابوناو في القناه، قولوا لي واش كيعجبوكم الافلام الهنديه ولا ننوع عليكم.